guys, welcome back to my channel. النهارده الجزء الثاني من المحلات الغريبه اللي انا شفتها في الهند. زي ما قلت لكم في مقدمه الجزء الاول ان في ناس كتير منكم عارفه ان انا عشت في الهند حوالي 3 سنين. سنتين منهم كان عندي فيهم شانل على اليوتيوب وكنت بصور لكم كل حاجه هناك بالتفصيل. كانت الناس فرحانه قوي بالمحتوى بتاع الهند لانهم بيشوفوا حاجه غريبه او مش مألوفه عنهم، مش مألوفه بالنسبه لهم، وزعلوا قوي ان انا رجعت مصر وخلاص مش هيبقى فيه كونتنت هند. ولكن المفاجاه كانت ان انا في محتوى او في كونتنت كتير انا صورته، سواء وريته لكم قبل كده او ما وريتهولكوش، وما اتكلمتش عنه باستفاضه او ما اتكلمتش عن الموضوع ده بالذات. ومن ضمنها المحلات الغريبه اللي انا شفتها جديده، يعني اول ما شفتها حسيت هو ايه ده؟ مش عندنا في بلدنا ده من الحاجات اللي صورتها هناك وما اتكلمتش عنها خالص. وحبيت ان انا اعمل فيديو بيتكلم عن المحلات الغريبه اللي انا شفتها او دخلتها في الهند. عملته لكم على جزئين، الجزء الاول كان الاسبوع اللي فات والنهارده الجزء الثاني هكمل لكم بقيه المحلات. قبل ما نبدا الفيديو تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتكتبوا في الكومنتس حابين تشوفوا ايه الفيديوهات اللي جايه. يلا بينا. في الجزء الاول اتكلمنا عن الصيدليات الغريبه في الهند. الصيدليه في منها 3 انواع. اتكلمنا عن محلات الشوبينج باجز ودي كانت من الحاجات الغريبه جدا. اتكلمنا عن محلات السمك والفراخ، اتكلمنا عن المحلات المخلل، واتكلمنا عن المخبز والمقله مع بعض. اللي ما شافش الجزء الاول ما تنسوش تدخلوا وتتفرجوا عليه، هسيبه لكم تحت في صندوق الوصف وتعليق المثبت. وتعالوا بقى نشوف المحلات الغريبه اللي هتكلم عنها في الجزء ده، وهي حاجات اول ما شفتها حسيت هو ايه ده؟ مش عندنا ايه الحوار ده. اول حاجه وهي محلات اللوتري او اللوتريه او اليا نصيب، ورق اليا نصيب. طبعا ما اعرفش انتوا عارفين موضوع اليا نصيب ولا لا، معظم الناس عارفاه، ولكن الناس اللي سنها صغير اللي بيتفرجوا عليا وما يعرفوش ايه اللوتريه دي او ايه يعني ايه ورق اليا نصيب. هو عباره عن ورقه زي التيكت كده او زي التذكره، بتشتروها وبتخشوا زي سحب علشان تكسبوا في الاخر مليون جنيه 1000 جنيه على حسب بلدكم وعلى حسب اللوتريه دي عن ايه. ساعات بتكسبوا فلوس كلها، ساعات بتكسبوا جزء من الفلوس. واعتقد في اعتقادي انا الشخصي ان الموضوع ده اصلا حرام، بس تمام يعني هو كان موجود في مصر زمان واتلغى ما بقاش موجود، ولكن هو لحد يومنا هذا موجود في الهند وموجود بشكل انتوا مش متخيلين يا جماعه. انتوا مش متخيلين قد ايه الموضوع في الهند مهم وقد ايه الناس بتؤمن بيه، وان الطبيعي ان ممكن عيله يبقى فيها 2 3 كسبوا اللوتريه قبل كده، مش الاماونت الكبيره، لا ممكن يكونوا كسبوا مثلا فلوس قليله منها او نسبه معينه، ولكن دي حاجه طبيعيه في الهند ان الناس بتشتري ورق اللوتريه. طبعا ما بين المسلمين الموضوع مش منتشر قوي، الموضوع منتشر اكتر ما بين الهندوس، ولكن هو موجود. ده اول حاجه. تاني حاجه ان زمان حتى لما كانت موضوع اللوتريه ده موجود في مصر كان موجود على شكل ان واحد بيبيعها زي الجرايد كده، ماسك الورق في ايده زي كتالوج كده وبيلف على القهاوي او بيلف على المحلات يبيع ورق اللوتريه، وبيبقى زي نوع من انواع مثلا عارفين الست اللي بتبيع مناديل مثلا في الشارع او كده، بيبقى نوع من انواع انه بيدلل على البضاعه او بيقول لهم يا جماعه بليز اشتروا، هتخسر ايه لو اشتريت؟ دي ورقه رخيصه، طب ما تجرب. يعني بيتحايل على زباينه وبيحاول بقدر ما المستطاع ان هو يبيع الورق اللوتريه اللي معاه. ولكن في الهند الموضوع بجد يعني اول مره اشوف المنظر ده في حياتي، وهو ان انتوا تلاقوا محل بيبيع ورق اللوتريه فقط، وبيبقى ايه محطوط في فاترينات معروض بشكل معين، شكل اتراكتيف. في محلات بتبقى لوكسجري قوي، لوكسجريس قوي، تلاقي بقى الراجل لابس بدله، تخشوا تتكلموا معاه، بيبقى عندهم لسته كده من الورق اللوتريه ده، بيقول لكم ايه اكتر ورق احتمال يكسب. موضوع وقصه كبيره وقنوات في التلفزيون بتتكلم عن الموضوع ده بس، وازاي تكسب وايه الورق اللي كسب النهارده، وبينزل تاني يوم في الجرايد. موضوع كبير قوي. فلما شفت المحلات بتاعت ورق اللوتريه من بره كده تحس هو الراجل ده بيبيع ايه؟ محل كبير عريض بفاترينا وبتاع وبيبيع ورق، اللي هو انت بتبيع ايه يا عم؟ انت تقرب تلاقيه بيبيع ورق اللوتريه. فالموضوع بجد غريب جدا، ودي كانت من ضمن المحلات اللي انا استغربت جدا لما شفتها وحبيت اكلمكم عليها النهارده. وده كونتنت طبعا ما عرضتوش قبل كده على القناه، اشكال المحلات اللوتريه في الهند، فتعالوا نشوف مع بعض. محلات اللوتريه بتبقى يا اما كده عاديه خالص، يعني زي كشك كده وفيه ورق واحد واقف بيبيع، يا اما بتبقى شيك وفيها فاترينا وحركات. والشكل الثالث هو الراجل اللي فارش، هو راجل بس هو فارش كده، حاطط شويه كروت
معلقهم في شمسيه وخلاص. فدي كانت اول حاجه اللي هي محلات اللي بتبيع ورق اللوتريه او ورق اللي هي نصيب. بالنسبه لي كان موضوع غريب جدا. قولوا لي لو الموضوع ده لسه منتشر عندكم في بلدكم ولا خلاص كان زمان قديم وخلص زي مصر. وتعالوا نخش في الحاجه اللي بعدها. الحاجه اللي بعدها هي الجواهرجي او محل الذهب او الراجل اللي بيبيع ذهب. هم عندهم نوعين من الجواهرجيه، وده هيشرح لكم اكتر ليه الهنود في دول الخليج بتتهافت قوي على ان هم يروحوا يحوشوا بالذهب. هفهمكم ليه بيعملوا كده، لان هم عندهم باك جراوند اصلا من الهند عن ايه. دلوقتي في نوعين من انواع محلات الذهب. في محل الذهب العادي اللي بيبيع الذهب اللي هو بنلبسه ده وبنخرج بيه مفيش مشكله، وفي محلات بيبقى اسمها جولد لون او اقتراض او تاخدوا قرض من المحل الذهب ده. وده معناه ايه؟ موضوع غريب جدا ان انتوا بتقرضوا ذهب مش عندكم اصلا. طب انا داخل اشتري ايه؟ محل كامل عريض داخل انا اشتري منه ايه؟ دي كانت حاجه غريبه جدا بالنسبه لي. عمري ما شفتها في مصر ولا في اي حته، ان انت بترهن الذهب او بتقترضه قبل ما يبقى اصلا عندك. يعني انت بتدخل المحل تقول له لو سمحت انا عايز اشتري ده، بس انا معيش ولا جنيه في جيبي، معيش مليم. فيقول لك مفيش مشكله، امضي على الورقه دي. بيمضوك على ورقه اسمها جولد لون. وجولد لون ده بيبقى عباره عن ان انت بتشتري ذهب باماونت معينه، مش لازم خالص تحددها. انت مثلا حاطط في بالك ان انا هشتري ذهب ب 100,000 جنيه مثلا، 100,000 روبيه مثلا. بتحط الرقم ده في بالك، ما بتكتبوش على ورقه، مش بتقوله للراجل ولا اي حاجه. وبتقول مثلا انا هسدد على 11 شهر على الاقل. الرقم الوحيد اللي بتكتبه في الورقه ان هو على الاقل في الشهر هدفع 1000 روبيه مثلا، او 1000 جنيه، او 5000 روبيه، او 5000 جنيه، ايا كان. بتكتب انا هدفع في الشهر 1000 روبيه على 11 شهر. فمتوقع ان انا اخر 11 شهر هشتري ذهب بقدر 11,000 روبيه. ده بيبقى الاتفاق مع محل الذهب او محل الذهب اللي انا بتكلم عليه، مش محل الذهب العادي. بتمضي الاتفاقيه دي وبتسدد كل شهر الاماونت دي من الابلكيشن، او بتروح المحل تدفعهم او وات ايفر انت عايز ايه. دفعت ال1000 كل شهر كان بها، ما ينفعش تدفع اقل منها. دفعت 5000 كل شهر كان بها. دفعت 10,000 اللي في مقدرتك الشهر ده ادفعه، اللي هتدفعه هتلاقيه في الاخر. ولكن انت مش تاخد الذهب وانت مروح، انت بس هتمضي الورقه دي وترجع بيتك، تفضل تدفع كل شهر. بعد ما ال11 شهر يخلصوا بتروح تستلم الذهب بتاعك، ولكن بيبقى بقيمه الفلوس اللي انت دفعتها في الاول. يعني انا مضيت الكونتراكت ده او مضيت العقد ده يوم 20 يناير مثلا، ف 20 يناير اللي 20 ديسمبر بقى اللي بعده انا هستلم الذهب بالسعر مش بتاع 20 ديسمبر اللي انا واقف فيه دلوقتي، لا هستلم الذهب بالسعر التعاقد اللي انا تعاقدت عليه اللي هو كان 20 يناير. فلو الذهب زاد ثمنه الضعف انت مالكش دعوه، انت هتاخد الذهب بالقيمه القديمه وهو دلوقتي يسوى الدبل. ولو الذهب رخص، وده طبعا مستحيل لان الاقتصاد في النازل، برضو ما لهمش دعوه، هتاخد الذهب زي ما هو كده، سواء قيمته عليت او قيمته قلت، هتاخده بالسعر اللي انت تعاقدت عليه اللي هو السعر القديم. هتاخده وتروح بعد ما تكون سددت كل ال11 شهر بتوعك، سواء بالقيمه اللي انت اتفقت عليها او باكتر، ما ينفعش طبعا اقل. هتسالوني طب محلات الذهب بتستفاد ايه؟ طب ليه بيعملوا كده؟ بجد ما اعرفش. لو حد فاهم ليه اكتب لنا في التعليقات، لان الموضوع ده عميق قوي ومحتاج حد يكون نيتيف في البلد او على الاقل معاه اقامه علشان يقدر ان هو ياخد جولد لون. فالموضوع كومبليكيتد شويه بالنسبه لي، معقد، بس انا شرحت لكم كل حاجه انا فاهماها. لو عندكم بقى معلومات زياده عن الموضوع اكتبوا في الكومنتس عشان الباقي يستفيد. وطبعا زي الجزء اللي فات، اي حاجه هقولها لو عندكم موجوده في بلدكم اكتبوا برده في التعليقات موجوده في بلدكم شكلها عامل ايه، هل بنفس الطريقه ولا موجوده في بلدكم بس بشكل مختلف. ودي كانت اول يافطه غريبه شفتها اللي هي جولد لون. كلمه صعبه قوي ان انتوا تنطقوا يعني كلمتين ورا بعض فيهم جولد لون. موضوع غريب. ده بيختلف تماما عن الجوهرجي. في جوهرجيه بيعملوا الاثنين، وفي محلات بتبقى بس للرهن، يعني محلات ذهب ورهن، او محلات ذهب بس، او محلات رهن بس. فالمحلات اللي هي الرهن بس دي الموضوع كان غريب قوي بالنسبه لي. ثالث حاجه حابه اتكلم عليها النهارده، وهي ممكن تكون موجوده في مصر بس هي مش منتشره قوي، مش ناس كتير شافتها، مش موجوده قوي في القاهره، وهي محلات مبيدات الحشريه. يعني محل موجود فقط في الدنيا عشان يبيع حاجات مبيدات تقتل الحشرات اللي بتدخل البيوت. انا مش بتكلم طبعا عن الحاجات اللي بتبقى في المزارع بقى والحاجات دي في السماد والكلام ده، انا بتكلم عن الحاجات اللي موجوده في البيوت. لان انتوا عارفين في الهند خصوصا في الجنوب الموضوع استوائي بقى، واشجار ونخل وبحيرات، فانتوا طول ما انتوا قاعدين في وسط حشرات زاحفه وطائره وحاجات غريبه، عناكب غريبه وحاجات كده. فكل نوع من انواع الحشرات الغريبه دي بيكون ليها علاج، فبيبقى في محلات فقط متخصصه في انها تبيع مبيدات حشريه فقط لهذه الانواع من الزواحف
الزواحف او هذه الانواع من الحشرات اللي بتدخل البيوت. ودي حاجه عندنا موجوده طبعا، بس غالبا بتبقى في السوبر ماركت او بتبقى ما اعرفش عند مين، بس هو انا عارفه ان في محلات متخصصه للموضوع ده، بس هي مش منتشره خالص. الموضوع ده عادي جدا في الهند ان انتوا تلاقوا محل بس بيبيع حاجات مبيدات للزواحف والحشرات اللي بتدخل البيوت. نيجي للمحل اللي بعده، وهو حاجه انترستنج جدا بالنسبه لي وكانت غريبه نوعا ما لما شفتها في الهند، وهي يعني احنا عندنا الولاد او الرجاله او الشباب لما يجوا يخرجوا مع بعض او يقعدوا مع بعض بيبقى عندهم تو اوبشنز. الكلام ده في مصر، ما اعرفش عندكم في الدول العربيه ايه، بقيه الدول العربيه يعني، ولكن في مصر بيبقى عندهم اوبشنين. الاوبشن الاول انهم يقعدوا على القهوه، الاوبشن الثاني ان هم يقعدوا عند كشك السجاير اللي كان عملت لكم عنه فيديو كامل قبل كده. ايه يعني ايه كشك؟ هسيبه لكم برده في صندوق الوصف عليه مثبت لو حد مش فاهم يعني ايه كشك. فدول النوعين من الخروجات اللي الولاد بتعمل عندها او بتقعد عندها لما بيكون عايزين يقعدوا مع بعض من غير ما يدفعوا فلوس كتير. في الهند في حاجات شبه كده ولكن مش زيها، فهقول شبهت القهوه وهقول شبهت الكشك، وايه الفرق ما بينهم وايه الفرق ما بينهم وبين اللي في مصر. اول حاجه هي شبيهه القهوه بيبقى اسمه سناكس شوب. سناكس شوب بيبقى عباره عن محل كله ترابيزات وكراسي عادي زي القهوه، طبعا من غير شيشه من غير الكلام ده خالص. ما عندهمش اصلا ثقافه الشيشه، مش موجوده في الهند، لان الشيشه من العوامل الاساسيه عندنا في القهوه المصريه. طبعا انتوا عارفين شيشه وشاي وقهوه معروفه. في الهند يعني معظم الناس بتشرب شاي، القهوه مش منتشر قوي، الشيشه مش منتشر قوي. هو بيبقى الشاي اللي هو الاسود بيسموه البلاك تي، احنا عندنا بنسموه الشاي الاحمر بس ما علينا، او الشاي باللبن ده منتشر اكتر في الهند. الشاي اللبن اللي هو اقرب للشاي الكرك بقى او كرك، ما اعرفش بيسموه ايه في الدول العربيه، ولكن اصلا الشاي الكرك ده هندي انتوا عارفين، هو اللي هو مسله تي اللي بيبقى فيه بقى حبهان وهيل والكلام ده كده يعني معاه لبن وبيتباع، او الحليب يعني. ده اللي منتشر اكتر من الشاي الاسود، ثم الشاي الاسود طبعا، ثم بقى القهوه، ثم الحاجات التانية. فدي سناكس شوب ده بيبيع طبعا شاي بيبقى كده، بيبيع بقى معاه السناكس او الاكل السريع عندهم اللي معمول، مش الاكل السريع اللي هو الشيبسي وحاجات كده زي الكشك عندنا، لا طبعا ما فيش قهوه في مصر بتبيع برده شيبسي وبسكوتات وكده. فهو شبه القهوه بالظبط، ولكن بيبيع اكل زي مثلا الفرايد بنانا، ساندويتش الصغيره سريعه، المقرمشات، جليبي، الحاجات دي، الحاجات اللي هي يعني واحد واقف وجعان وعايز اي حاجه نقانق معاها الشاي طبعا والحاجات دي. وانا طبعا صورت لكم الكلام ده قبل كده وحطيت لكم على الشاشه. فده اول نوع اللي هو السناكس شوب. ساعات الناس بتقول عليه سناكس شوب، ساعات الناس بتقول عليه تي ستول، وده غالبا او مش غالبا هو اكيد لازم هيكون محل ليه باب بقى واضلاع وكده. ولكن الاشبه للكشك او الكيوسك او اللي هو بيبقى بس حاجه صاج واقفه كده زي الكشك او بنسميه كشك السجاير، هو البيتي شوب. كلمه بيتي الهنود بيقولوها، انا ما اعرفش موجوده في الانجليش او معترف بيها في بريطانيا ولا لا، او في الانجليش ولا لا، ولكن لما بيقولوا بيتي على حاجه يعني حاجه صغيره. بيتي شوب يعني محل صغير، هو مش اشبه للبقاله، مش اشبه للكلام ده خالص، لا هو بيبقى قائم بذاته، بيكونش محل ليه رقم وتسجيل وكده، بيبقى قائم بذاته، وبيبقى بالظبط شبه الكشك في الجسم لكن مش في الشكل طبعا. وحتى كلمه بيتي انا بقول لكم بيطلقوها على الحاجات الصغيره، بيطلقوها كمان على البيبسي. يعني لما يقول لك بيتي كوك، هي الكوك كوكاكولا اللي ازازتها صغيره بتبقى قد الكف كده، خلاص على بقين ثلاثه، دي اسمها بيتي كوك. فكلمه بيتي عاده بيستعملوها هناك على انها حاجه صغيره. فالبيتي شوب ده بيبقى شبه الكشك، بيبيع ايه بقى؟ بيبيع كل السناكس زي الكشك عندنا، بسكوتات، شيبسي، بس عاده بتبقى الميني سايز. ما بيبيعش مثلا الشيبسي العائلي، لا بيبيع الشيبسي الصغير. ما بيبيعش مثلا الكوكاكولا الليت، لا بيبيع كوكاكولا البيتي، وهكذا. بيبيع دايما حاجات صغيره. بسكوتات ما بيبيعش البسكوت الكبير ده، لا بيبيع برضو الاحجام الصغيره. زائد ان البيتي شوب هو الشوب الوحيد اللي مسموح له يبيع السجاير. يعني السناكس شوب ما بيبيعش سجاير، السوبر ماركت ما بيبيعش سجاير، ودي حاجه موجوده عندنا في مصر، السوبر ماركت عادي بتبيع سجاير. ولكن في الهند السجاير بس بتتباع في البيتي شوبس او على الابلكيشنز اللي بيكون فيها سجاير. بمناسبه السجاير يعني عشان ما كلمتكوش على الموضوع ده قبل كده، السجاير في الهند بتتباع عشرات مش عشرينات. في مصر علبه السجاير فيها 20 سيجاره، في الهند 10 بس. ما علينا مالناش دعوه بالسجاير. بس دي كانت من ضمن الحاجات اللي انا بصراحه استغربتها هناك، انه علبه صغيره وبنفس سعر العلبه اللي بتتباع في مصر. الموضوع كان غريب. بجانب الشيبسي والحاجات دي ممكن تلاقوا عندهم موز، اي حاجه نقنقه كده، بيكلز بتاع. فده البيتي شوب اللي موجود، مش هقول لكم بكثره زي مصر، ولكن موجود للناس اللي هي يعني معدي بالموتوسيكل بتاعه، عايز سيجاره بتاع يولع منه ويروح ماشي، او عايز حاجه ياكلها في السريع ياكل ويمشي وهكذا. في بقى بيتي شوبس بتجتهد، بيعملوا مثلا سندوتشات، مرات صاحب الكشك بتعمل سندوتشات وتبيعها مثلا في الكشك كده يعني، بس ده مش مألوف. نيجي لاخر نوع من انواع المحلات في الهند، وده غريب جدا بالنسبه لي، وهو محل بس بيبيع صواريخ اللي هي زي صواريخ العيد كده عندنا وبومب العيد. اعتقد والله اعلم ان موضوع الصواريخ والبومب والحاجات دي في مصر بقى ممنوع، يعني ممنوع ان انتوا تتداولوا حاجه زي دي بشكل رسمي. بس عاده الحاجات دي اولا بتظهر في الاعياد بس، ثانيا بتتباع على الرصيف، بتبقى حد فارش صواريخ او فارش بومب، ولكن عمرها ما بيكون محل
بيبيع كده فقط. اكشلي هم ليهم مناطق في الهند، زي مثلا عندنا مثلا مناطق بتبيع حاجه السبوع، مناطق بتبيع حاجه الانتيكات، في مناطق بتبيع صواريخ في الهند. وده لسبب بسيط جدا، وهو ان الاعياد عند الهندوس معظمها بيكون فيها صواريخ وحاجات من النوع ده. والاعياد عندهم مش عيد فطر وعيد اضحى مرتين في السنه وخلاص، الاعياد عندهم بتبقى طول السنه، بيبقى دايما كل شهر فيه عيد جديد، وعلى حسب الطائفه وعلى حسب نوع التمبل، يعني المذهب اللي هم ماشيين عليه من الاخر فبيختلف الموضوع من شخص للتاني. فاللي اقصده ان ده بيزنس داير طول السنه، طول السنه الناس بتشتري في الهند صواريخ وبومب وحاجات بيفرقعوها. الموضوع بقى كرييتيف قوي عندهم، يعني موضوع البومب والصواريخ ده قصه كبيره وانواع كتير والناس بتشتريه عادي. ده من ضمن المحلات الغريبه اللي انا شفتها، بيبيعوا مثلا ممكن يبيعوا مثلا شكل اله او شكل مثلا من انواع التماثيل اللي بيعبدوها او كده تكون بتتفرقع. انتوا متخيلين؟ وده مش اهانه للتمثال على قد ما هو رمز بالنسبه لهم ان احنا النهارده بنحتفل بيك فاحنا هنفرقعك. يعني مش قصدي اكيد اي حاجه للهندوسيه طبعا ليهم كل الاحترام، ولكن انتوا فاهمين قصدي. هم عندهم حاجات مش مألوفه خالص بالنسبه لنا. فدي من ضمن الحاجات يعني بصراحه الغريبه اللي انا لقيتها، ان محلات او مناطق كامله بتبيع صواريخ وبومب او حاجات مفرقعات. اكتبوا لي في الكومنتس لو في بلدكم في موضوع البومب والصواريخ ده، لان هو في مصر كان موجود، دلوقتي طبعا موجود برده ولكن بقى مقنن شويه. وطبعا نفس المحلات دي هي اللي بتبيع بقى الفاير ووركس والحاجات اللي هي بتطلع في السماء تعمل في كده، دي نفس المحلات بتبيعهم. فالموضوع متوسع قوي في الهند، بزنس كامل يعني. بس هي دي المحلات اللي انا حبيت اتكلم عليها النهارده، زائد طبعا المحلات اللي كانت في الجزء الاول. دي من الاماكن الغريبه او الحاجات الغريبه اللي انا شفتها لما عشت في الهند. مش عارفه في حاجات تانية ولا لا، دي كانت عصاره مخي الكام يوم اللي فاتوا، قعدت اكتب وافتكر واشوف الفيديوهات اللي انا صورتها لكم وما نشرتهاش عشان اعرف ايه المحلات فعلا الغريبه اللي انا شفتها، لان الفيديو ده انا عايزه اعمله من زمان وما عملتوش. ولكن لو في محلات تانية افتكرتها اكيد هعمل لكم جزء ثالث هتكلم فيه عن محلات اكتر. ما تنسوش تشوفوا الجزء الاول، وما تنسوش تكتبوا في الكومنتس اذا كان المحلات دي عندكم موجوده ببلدكم، وايه هي اصلا بلدكم، ولو موجوده هل موجوده بنفس الشكل ولا موجوده بشكل مختلف. هستناكم على انستجرام، فيسبوك، تيك توك وسناب شات، كله بنفس اسم القناه نونز واي. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتكتبوا لي في الكومنتس حابين تشوفوا ايه الفيديوهات اللي جايه. باي باي.